لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. أي حاجة تصيبك فهي خير لك، خير لك. ربما أنت لا تراها كذلك، لأننا أجهل الخلق بعواقب الأمور. إحنا ما نعرفش بعد 5 دقايق في إيه. بعض الناس يجي يسألك سؤال يقول لك وبعدين يا عم الشيخ. السؤال بقى ده الإجابة بتاعته في علم الغيب. لما حد يقول لك وبعدين تقول له ما نعرفش. كلمة وبعدين دي الإجابة عنها في علم الغيب. نحن لا نعرف شيئا عن الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الله سبحانه وتعالى قال له في سورة الطلاق واللي طلعها خطوة خطوة على السلم شافها بكل تفاصيلها، أبواب وحيطان. الله سبحانه وتعالى يقول لرسول يوحى إليه، لرسول نزل عليه القرآن كاملا. مسح عرقه. ربنا بيقول له إيه؟ بيقول له أنت ما تعرفش، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نفسه في المراية. والله سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فارق معاك تتعلم. خد معلش يا جماعة، معلش، في ناس كتير جدا بتقول الآية دي وتقف. وعلى فكرة ساعات يعني ايه بعض الناس مثلا إذا حدث له ابتلاء تلاقي صاحبه يقول له ايه، يقول له وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويسكت. مش عايزك تسكت، وهي دي الحياة. لا تتوقف هنا، أنا عايزك تكمل الآية. خليك في سلمتك واستمتع. أصل كملت الآية جميل جدا. إن شاء الله كمل كده الآية. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كمل ما تقفش. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بختام أسكت الفصحاء وحير الحكماء وأذهل العلماء. قال الله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. احنا ما نعرفش حاجة. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ربنا يقول له ايه؟ يقول له لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. من القصص الطريفة جدا قصة أنا أحبها جدا ولا أبخلها عليكم. قصة رائعة لا أخفيكم سرا، والله أنا شخصيا إذا وقعت في أي ابتلاء أتذكر هذه القصة. كان في أمير من الأمراء كان يجلس في قصره، وكان عنده غية، يعني حاجة كده إيه بيحب يعملها. يعني كان بيعمل إيه؟ كان يحب أن يخرج إلى الغابات ليصطاد. يترك هذا القصر المنيف الجميل ويمشي كده إيه في الغابات يصطاد. بيصطاد بإيه؟ بالأسهم. عارف انت الرمح والأسهم والكلام ده. كان صاد بقى بط بري وأرانب برية والكلام ده كله. وكان يأخذ معه وزيره، الوزير بتاعه كان بياخده معاه. تمام. مما يخرج هذا الأمير إلى هذه الغابات ليصطاد. إذا أرسل الأمير سهما على الفريسة ولم يأتي السهم فيها، نظر الوزير إلى الأمير وقال له أيها الأمير لعله خير. المهم الأمير مثلا ماشي يقع في حاجة مثلا يقول له لعله خير. الأمير مش عارف يتأخر على إيه، الوزير يقول له لعله خير. أي حاجة تحصل ينظر الوزير إلى الأمير ويقول له لعله خير. المهم في يوم من الأيام الأمير قاعد كده وماسك الأسهم، تمام، وإيه بيحاول إن هو يبريها. يعني طرف السهم ماسك شفرة حاجة زي السكينة كده أو الموسي، وقاعد إيه بيعمل في بوز السهم عشان إيه حتى يصيب الهدف. المهم ماسك الشفرة وعمال إيه شغال كده، فوقعت الشفرة على أصبعه فقطعته. صبعه ده وقع على الأرض، ثم انفجر الدم. دم انفجر وجاء على ملابسه، دم غرق الدنيا خالص. شوف وانا بحكي لك لو انتوا جنبي على المنبر تشوفوا المشهد ده، في ناس كتير جدا تنظر إلي هكذا عامل كده. شوف انت متضايق، ألم صعب صحيح، احنا كبشر نتضايق من هذا الموقف. بقول لك صبعه وقع على الأرض. من الذي نظر إليه وقال له لعله خير؟ الوزير نظر إليه وقال له أيها الأمير لعله خير. فاشتاط الأمير غضبا، بيقول له أنت تعبتني، كل حاجة لعله، أنت مش شايف صبعي؟ ما أنت شايف الدم؟ ألا تنظر إلى هذا الابتلاء وإلى هذا الألم؟ فين الخير؟ فالمهم لما غضب الأمير نادى على حاشيته وجنوده وقال اسجنوه.
شيلوا الوزير ده من هنا واسجنوه. المهم طبعا الأمير وهو غضبان لما يقول اسجنوه إيه اللي يحصل؟ طبعا الحاشية جاءت والجنود بمنتهى السرعة حملوا الوزير من على الأرض وذهبوا به مسرعين إلى السجن. خلي بالك بقى معايا، ركز كده. الوزير وهو محمول على الأعناق رايح فين؟ رايح السجن. فالتفت إلى الأمير وقال له أيها الأمير أنت هتسجني؟ قال له آه. قال له لعله خير. برضه لعله خير. قصة طريفة جدا ولكن لها مغزى جميل. سبحان الله العظيم، تمر الأيام، أين الوزير؟ في السجن. أين الأمير؟ يضمد الجراح حتى التأم